السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وصحتكم لاباس وعواشركم مبروكه واخا معطله. اليوم البنات واحد الوصفه سبيسيال زوينه، بريوات بلا قلي، بلا داك كثرت الزيوتات اللي كنقليهم، بريوات في الفران وبالورقه ديال الفيلو. الناس اللي كيبغيو التقرميشه طول وتبقى ما تيبردوا وتحتفظي بهم في الكونجيلاتور المده اللي بغيتي. ساهلين البنات، وواحد الوصفه اللي غزاله. هنا البنات باش ما نكثرش الفيديو، انا وجدت اللوز. هذا لوز يمكن تعوضوه بالكاوكاو. هنا البنات انايا عندي اللوز اللي نصو قليتو نصو سلقتو. ما بغيتش نطول الفيديو حيت هادشي كلشي الناس عارفينه. انا كنعاود لكم زعما كيفاش خدمته بلا ما نطحنو قدامكم وكلشي، حيت كلشي عارفو. نص قليتو ونص البنات حمرتو، نص نقيتو سلقتو وقليتو في الزيت، والنص خليتو عقده بحال ديال كعب غزال. طحنت نص كيلو ديال اللوز مع 100 غرام ديال السكر و 3 دراهم ديال القشره ديال الليمون معسل وساشي ديال الزهر وواحد جوج معالق كبار ديال الزبده، ودرتهم كويرات صغار كيف شفتوا معايا. تما اللي كان عندي في زلافه البنات كانت عندي التلصيقه اللي هو الدقيق مع الماء، وهنا عندي الورقه ديال الفيلو نص كيلو البنات. خدا ليا باكيه، بقى لي منها واحد الشرائط اللي قليله ديال الفيلو. الوصفه ديال البريوات البنات راه اقتصاديه وتبارك الله كتحط الخير وسهله وبلا قليان. هذا هو اللي مهم. انا خديت الورقه ديال الفيلو كيف شفتوا معايا، سرحتها، حيدت لي هذوك الجوانب باش نقادهم بالقطاعه ديال البيتزا. وانا خديت واحد المسطره كندير 4.5. الناس اللي بغاوها كبيره 4.5 5 راها مزيانه. الناس اللي بغاوها البنات صغيره يديروا في العبار أم أم 3.5 حتى ل4 ما يفوتوهاش. صافي انا هنايا البنات قطعت الشرائط. ضروري الورقه ديال الفيلو تقطع، والا راه ما غتلقاي ما تخدمي بها ولا ما تجمعي فيها، فكتولي يابسه وكتفرتت. انا غنمشي معاها هكذا، غنقطع النص بالنص. وقت ما تسالات ليا غادي نقطع النص اللي غادي نخليه ما غاديش نقطعو، غادي نلويه في واحد التويب وفي البلاستيك ونغطيه. ضروري انا كنأكد عليكم وكنقول لكم ضروري نغطيوه البنات. الفيديو راه سرعته شويه، حتى الطريقه ديال التلويه ديال البريوات انا سرعتهم حيت كلشي عارف كيفاش غادي نلويو البريوات. كلشي الطريقه عارفها وكلشي عارف شنو كنديروا في العقده. انا درت البنات اللوز. الناس اللي بغاو يديروا الكاوكاو، بغيت نقول لكم زعما الناس اللي بغاو يديروا الكاوكاو يديروا كاوكاو، ياخذوه باش ما تعذبيش. خدي كاوكاو منقي، مسحيه مزيان، دوزيه في الماء يتسلق واحد 10 ديال الدقائق وصفيه خليه ينشف. دهنيه بالزيت وحطيه في الفران يتحمر كيجي زوين بهذه الطريقه هذه. وطحنيه نص كيلو البنات. انا طحنته غير 100 مع 100 غرام ديال سنيده باش ما تجيش الحلاوه كثيره. هنا البنات زلافه قلت لكم عندي فيها التلصيقه اللي هي الدقيق مع الماء، وزلافه درت فيها شويه ديال الزيت. شوفوا الورقه ديال الفيلو غير كدهنيها، ماشي بحال الورقه العاديه ما دهنيهاش كاع حيت كتقلى. هذه ما كتقلاش، كندهنوها واحد الدهنه خفيفه وكنمشيو كنلويو البريوه ديالنا بالطريقه العاديه المعروفه اللي كلشي كيعرفها. انا هنايا البنات شوفوا معايا كنلوي بالطريقه العاديه اللي كلشي تيعرفها، وغادي نلصق بشويه ديال الدقيق. الورقه ديال الفيلو باش ما تعذبكمش ضروري ضروري يا البنات من ديك الدهنه الخفيفه ديال الزيت. كنهضر بالزربه حيت الفيديو قصير وخاصني نوصل لكم المعلومه صحيحه. مهم انا هنا كنمشي كندهن دهنه خفيفه وكنحط العقده ديالي. انا البنات خدمتهم كوموند بزاف بكاوكاو. الناس اللي بغاوهم بكاوكاو وخدمتهم حتى باللوز. مهم الحمد لله جربتهم ونجحوا عجبوهم حتى هما يعجبوهم. مهم انا سرعت الفيديو شويه لانني عارفه تبارك الله بزاف ديال الناس عارفين يلويو، وحتى اللي ما عارفش يتعلم في الورقه د الفيلو كتعطي الطوع وكتلصق وكيف كنقولوا كتسودا غير بوحدها. صافي راه هنايا شوفوا معايا البريوه راه ساهله. انا هنا البنات راني مشيت درت بنتي في ظهري حيت كانت كتبكي وخدامه بها. غيبان لكم الركاب حيت مشيت ركبتها وخدامه بها. مهم اصلا هذه اللي كنخدم فيها البنات كانت كوموند ديال واحد السيده، وكانت غير قبل رمضان بنهار.
هنا كتستفوها عادي في الطابه ديالكم. انا نص كيلو عطاني تبارك الله هذا الخير والبركه. شوفوا راه عطا الخير والبركه. هنا شنو درت؟ داك شويه ديال الزيت اللي بقى كندهنوهم، ضروري كيدهنوا بزويته. احنا نقصنا عليكم داك 2 يطرو ديال القليان ولا ما عرفت 2 يطرو تقريبا اللي خصك تخوي باش تقلى وتكون غارقه في الزيوتات. هنا غير في الفران كنشعل الفوق والتحت. الفران يكون سخون قبل ما تحطي الطاوه، غير واحد 5 دقائق هو سخون كنقصو باش طيب من الداخل وتجينا مقرمشه. هنا البنات شوفوا كي جبدتها طايبه غزاله فنه، كتجي مقرمشه وبنينه. هنايا الطاوه الثانيه حيدت الاولى وحطيت الثانيه. صافي هنا البنات غادي نبدا ندهنهم بالعسل. اللي زوين فيهم عاوتاني واللي اقتصادي فيهم هو انك ما كتكونش عندك واحد الكميه كثيره ديال العسل تبقاي تحطيهم وتجبديهم، لا كدهنيهم الدهنه الاولى وتعاودي تخليهم حتى تينشف عليهم، ونعاود نسخن العسل اللي بقى حيت يولي كيجمد ونعاود ندهنهم المره الثانيه. المره نخليهم البنات يرتاحوا مزيان، نسخن الفران ونحطهم فيه شويه بداك العسل وعاد ولي نجبدهم. شوفوا هنايا البنات من بعد هادو زوقتهم باللوز ايفيلي راه كيجيو بنان غزالين البنات. هنا راه كنجمعتهم للسيده كنفرقهم بالبابي سلوفان ولا بالبلاستيك الغذائي. هانتوما شوفوا راه تيجيو بنان كيجيو رائعين. جربوهم على ضمانتي، اقتصاديين. اللي بغى يعوض كاوكاو اللوز بالكاوكاو يعوضو، واللي بغى يتهنى من دوك الزيوتات ودوك التعسل الكثير يدير هاد الطريقه، راه فعلا غادي تعجبكم. وكنقول لكم هو شاركوا مبروكه واخا معطله. المهم جربوا الوصفه وشاركوها معايا في التعاليق. انا كنت بارطاجيتها في الواتساب وبزاف ديال الناس اللي سولوني وعطيتهم الطريقه وجربوها الحمد لله ونجحات معاهم. هنا البنات الشباكيه حتى هي كنت خدمتها، والبريوات هنا البنات كنت زوقتهم باللوز مهرمش بالقشره ديالو حتى هو عطى فيها واحد المذاق زوين 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 بزاف. شوفوا راه جاو غزالين البنات، جاو فنين والله. حسن من الورقه ديال البسطيله ب100,000 درجه. كيجيو رائعين البنات، غير جربوهم وشاركوا معايا في التعاليق. شوفوا كيفاش دايره العقده معلكه والورقه شوفوا كي كتهرس غزاله. انا واحد الكميه زوقتها باللوز ايفيلي، واحد الكميه زوقتها باللوز اللي هشيتو بالقشره ديالو جا زوين. ونفس الورقه هنايا كانت سيجار، ولكن هاد السيجار بالكاوكاو ماشي باللوز البنات. هاد السيجار بالكاوكاو شوفوا حتى هو كيجا غزال. هذا بالكاوكاو ونسمت الكاوكاو البريوات درت فيهم اللوز والقشر ديال الليمون المعسل، والسيجار درت معاهم واحد 3 المعالق ديال البخاليني. جا فيهم رائع. كنقول لكم صحتكم وراحتكم.